النهاردة في زيارة مفاجأة لرئيس الأركان المصري الفريق أركان حرب أحمد خليفة، قام بزيارة للقوات المصرية المرابطة على الحدود مع غزة، واستعرض طرق التأمين الخاصة والاستعداد القتالي للقوات المتواجدة هناك. وشوفنا كذا رسالة في الفيديو ده لازم ما تعديش علينا كده من غير ما ناخد بالنا، خصوصا توقيت الزيارة اللي بعد كلام نتنياهو من يومين بالظبط عن ان مصر هي المورد الرئيسي للسلاح لحركة حماس، وهي السبب في اللي حصل في 7 أكتوبر، وان اكتر من 90% من الاسلحة اللي دخلت قطاع غزة دخلت عن طريق الانفاق اللي بتربط سيناء بغزة. اولا كان في الفيديو شفنا بوابة معبر رفح مفتوحة من ناحية الجانب المصري، رغم ان احنا عارفين ان اسرائيل بتسيطر على الناحية التانية من الجانب الفلسطيني، ومصر اصلا وقفله المعبر ورافضة تدخل منه اي مساعدات انسانية طالما اسرائيل بتسيطر من الناحية التانية على المعبر. رقم 2، احنا شفنا حجم القوات والدبابات والمدرعات المنتشرة على الحدود مع غزة، حجم كبير جدا. والاول كانت الصور بتتصرف، فرق كبير قوي لما تبقى الموضوع علني ورسمي وفيديو نازل رسمي، غير ان فيديو متسرب لدبابة لشوية تجمع دبابات او مدرعات. لا، هو الموضوع بقى رسمي. واللي غير كده ان ابراج الدبابات كلها مصوبة ناحية الحدود، يعني في وضع استعداد قتالي وجاهزية لأي سيناريو ممكن يحصل. يعني كده القوات واخدة وضعية الهجوم والاستعداد القتالي. فالموضوع هنا رسالة برضو لإسرائيل. أهم حاجة في الزيارة بتاعت النهاردة والرسالة اللي وصلت للاد العم إن مصر جاهزة قوي لكل السيناريوهات، ولو قواتك هتفضل هناك في محور فيلادلفيا فاحنا برضو هننشر قوات وبالحجم اللي احنا عايزينه وبالتسليح اللي احنا عايزينه على الحدود، والمتضرر ينسحب.